إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. تعادل نادي الوداد الرياضي أمام النادي المكناسي يوم السبت الماضي دون أهداف ضمن الجولة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي، والتي أجريت على أرضية الملعب العربي الزاوي بالدار البيضاء. وشهد الشوط الأول محاولة هجومية من الفريقين، لكن الدفاع القوي وتألق حراس المرمى حال دون تسجيل أهداف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني ضغط الوداد الرياضي بقوة على دفاع النادي المكناسي الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وكاد أن يشكل خطورة على مرمى نادي الوداد الرياضي. وفي الدقيقة 76 نجح البديل زكريا فتحي من تسجيل هدف للوداد، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفار بداعي التسلل. ورغم المحاولات المتكررة لم يتمكن الفريقان من التسجيل لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب. وبهذه النتيجة رفع الوداد الرياضي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل رصيد النادي المكناسي إلى النقطة 27 في المركز السابع. وأكد مكونا أن أداء فريقه أمام النادي المكناسي لم يكن مرضيا، مشددا على تحمله كامل المسؤولية عن نتيجة المباراة التي لم ترقه على الإطلاق. وقال مكونا في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: لم تعجبني المباراة بتاتا، ولست راضيا عن أداء اللاعبين لا تقنيا ولا تكتيكيا. الإيجابي الوحيد هو ما وقع في غرفة الملابس بين اللاعبين، والذي يعكس روح المسؤولية، رغم أنني أكدت لهم أن ردة الفعل كانت يجب أن تظهر في الملعب. وبخصوص الجدل التحكيمي وإلغاء هدف بداعي التسلل، قال مكونا: لست متأكدا من صحة القرار إلغاء الهدف، لكننا فقدنا 7 نقاط بسبب التحكيم. لا أفهم أيضا سبب لعب نهضة بركان بدون حضور جماهيرنا، وهناك أشياء عديدة تقع غير مفهومة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.